والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة حبايب قلبي هنعمل مع بعض أكلة شعبية جميلة، بس يلا صلى على النبي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنعمل أكلة شعبية جميلة زي ما قلت لكم. هنعمل طبق فول جميل كده يفتح النفس، وهنعمل طبق شكشوكة جنب منه. بس يلا قولي لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله. زي ما انتوا شايفين كده احنا خرطنا بصلة ناعم، تمام. هنرفعها على النار وهنحط لها شوية زيت او سمنة او زبدة، المادة الدهنية اللي تحبي تطبخي بيها اطبخي بيها، ما توقفش نفسك على حاجة. هو في جميع حالاته الفول بيبقى طعمه حلو، سواء بالزبدة او بالزيت او بالسمن. حطيت له هنا انا شعرة ملح بتساعد في تتبيل البصلة، وفي نفس الوقت بتديها طعم حلو، بتسكرها. عندنا هنا طماطمتين او 3 زي ما تحبي، هنبشرهم كده زي ما انتوا شايفين، وممكن انت تقطعيهم ناعم، تمام، او ممكن كمان تضربيهم في الخلاط. انت ما توقفيش نفسك على حاجة زي ما احنا قلنا. اهو زي ما انتوا شايفين كده بشرناهم، على ما بشرناهم كانت البصلة اتدبلت على النار زي ما انتوا شايفين كده. هنجيب قرن فلفل اخضر حار او بارد زي ما تحبي بقى، نقطعه ناعم كده زي ما انتوا شايفين. اهو اكلة شعبية جميلة، تنفع غدا، تنفع فطار، تنفع عشاء، وتغيير في الروتين بتاعنا. طبعا احنا بنطبخ بتقلية وبطاطس، سواء بتطبخي فراخ او لحمة، بس الاكلة ديت بتختلف، بسيطة وسهلة وسريعة وتغيير في الروتين، تمام. اهو زي ما انتوا شايفين احنا قلبنا القرن الفلفل مع البصلة. خلاص هنجيب كمان فص توم، وعايزة تحطيه حطيه، مش عايزة هو مش اساسي، بس انا برضو بحب بيدي نكهة حلوة للفول، تمام كده. هنجيب القرن زي ما قلت لك فص الثوم ونخرطه ناعم زي ما انتوا شايفين، يا دوبك نديله بس تشويحه بسيطه كده ريحته تظهر. هنقوم ضايفين عليه الطماطم اللي احنا بشرناها ناعم، تمام كده. قول يلا لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله، فهي كنز من كنوز الجنه. يلا بناتنا العسلات يقوموا يلا يخشوا المطبخ يعملوا طبق الفول ده لماما، سواء انت بالليل تتعشى بيه، سواء انت الصبح تفطر بيه، وبينفع غدا زي ما قلنا. تمام كده. قومي يلا يا حبيبتي اعمليه لماما، قولي لها قومي كلي يا ماما، هتتبسط منك جدا. زي ما انتوا شايفين حطينا هنا معلقه كزبره، تمام، وشويه فلفل اسمر، ممكن تحطهم او لا براحتك. هو الاساس الكزبره والكمون والملح في الفول، تمام. اهوت حطينا شعرة كمون كمان، هنديهم تشويحه كده بسيطه، وبعد كده هنضيف عليهم الطماطم اللي احنا بشرناها مع بعض. اهوت يلا يا حلوين، حط لايك واعمل اشتراك في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. شايفين اهو، بتعليق حلو منك بيشجعني ان انا اقوم اعمل احلى الوصفات ليكم. عندنا هنا بقى الفول اهو، بنمسكه كده نفرمه بايدينا، او ممكن تضربيه في الخلاط، الطريقه اللي تحبي بيها اعمليه. انا بعمله كده بسرعه، وممكن ما تفرموش تحطيه زي ما هو براحتك، او ممكن كمان تجيبي كوبايه زي ما امهاتنا كانوا بيعملوا زمان. ربنا يرحم اللي ماتوا يا رب ويبارك في الموجودين، اللهم امين. اللهم ارحم امي وامهات المسلمين اجمعين. تمام زي ما انتوا شايفين كده اتفرم معايا بكل سهوله، وهو طبق الفول اساسا ما خدش مني 5 دقايق على بعضه، كان جاهز وسريع وحاجه حلوه واكله تفتح النفس، تمام. اهوت النهارده الجمعه، وبصراحه ما كانش ليا نفسي اطبخ، قلت اعمل لهم الاكله الشعبيه الجميله دي. كلنا واتبسطنا وشكرنا لله الحمد لله. اهوت هنا طبقه كيك السبك، شايفين بس يفتح النفس على الاكل والله. بصوا رغيفين عيش كده بقى سخنين من الفرن الصبح، وعيش بقى، بصي اهو ياخد غلوه بس، وهنزله من على النار اقدمه لكم بألف هنا يا رب للي اكله. لو وصلت لغايه هنا من الفيديو يلا حط لايك. هنعمل بقى جنبه كمان اطعم طبق شكشوكه بالبيض، سريع وسهل، وبصي بنوتك كده ممكن تقوم تعمله على طول.
عندنا هنا بصلايه هنخرطها برضو ناعم. تمام. وهنجيب برضو قرن فلفل اخضر هنخرطه ناعم، ونحط خيط زيت وندبلهم مع بعض زي ما انتوا شايفين. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اذكري الله، ودايما وانت بتعملي الاكل اذكري اسم الله عليه كتير، ربنا يهدي كل اللي هياكل منه ويطرح في البركة. تمام. وتلاقي الاكل كده طعمه مسكر وطعمه جميل ومختلف عن اي اكل انت ما ذكرتش عليه اسم الله. تمام. زي ما انتوا شايفين اهوت بنشوح البصلة، وعندنا هنا قرن فلفل اخضر. انا بحب الاكل الحراق، انت بقى حطي، عايزه سبايسي حطي، عايزه احط بارد حطي، اللي تحبيه حطيه. تمام كده اهوت. عندنا هنا بقى بطين انا يعني كسراهم وحطاهم في قشاهم يعني، وحطاهم في طبق. تمام. هنحط عليهم شعرة فلفل اسمر وشعرة ملح، ومخرطه هنا طماطمايه زي ما انت شايفه. نعم. انت بقى بتعملي البيض على حسب عدد افراد اسرتك، شوفي عدد افراد اسرتك كام واعملي البيض على حسب عددهم، الكميه اللي تحبيها. تمام كده. هنا اهوت زي ما انتوا شايفين حطيت على البيض فلفل اسمر. لا حول ولا قوه الا بالله. يلا صلي على النبي. ما انتوا شايفين اهوت حطيت الطماطمايه وقطعها ناعم، هقلبها معاها واغطي عليها بس تاخد تسبيكه بسيطه خالص. على فكره انت ممكن تستغنى عن ده وتحطي معلقه صلصه لو موجود عندك، يعني مستغنى عن الطماطم وتحطي معلقه صلصه. بس بصراحه الطماطم الفريش بتبقى جميله وصحيه يعني عشان اطفال. كده تسبكت اهي، هنحط عليها طبق الفول وتقليبه بسيطه خالص. استني ما تقلبهاش دلوقتي الا لما تلاقيها رفعت من الطبق. تمام. هيبقى عندك احلى شكشوكة واحلى فطار شعبي جميل تغيير. يلا يا حبايبي قوموا شجعوا واعملوه. يلا مع السلامة.